مرحبا مرحبا. مبروك زفافكم. شفت الفستان قبل العرس ولا لا؟ لا والله. بشرفك العسكري ولا حسام، ليك عم حلفك بشرفك العسكري. ها حاولت كثير. سمحت. حاولت كثير. خبر. اكثر شيء انه بعرفك جقرش انت، بعرفك لعبة فينك ما اشحشك بين الرجال، لعبة فينك ما اشحشك. خبرنا شو؟ كثير كان حلو صراحة. علي الحلال ما فيك زرزورة عقل. طب كيف السكند لوك؟ يا زلمة انت كل اللوكات اللي بتعملها بحياتك عسل، كل اللوكات. مثل الضبعة بس تفيق الصبح بتفزع علي مو علي بفزع. بتحبوا العيلة بأولاد كتار ولا واحد اثنين؟ أربعة. أربعة. ما بفهم هالحكي انا، ما بفهم هالحكي. بدك تجيبي لي ولد يعني بدك تجيبي لي ولد، ولا علي مو علي. بنزل وحده بالخانه الثانيه، ها بنزل وحده بالخانه الثانيه تكون تجيب اولاد، فهمانه ولا؟ أنا بعرف هو بده أربعة، بس يعني أنا عم بحاول ننزل لاثنين. معك مهله اسبوع، جمعه واحده، ما بيصيروا 8 ايام، بدي اشوف الولد بين ايدي التنتين، فهمانه؟ لك العمى بعيونك العمى. اخترتوا اليابان شهر العسل، لساتكم مصممين عليه، وليه اليابان بالضبط؟ حنطلع على اليابان، والعالم بتسافر تشتغل برا والله ما بعرف. بس هلا حنطلع سفرة سريعة بس ننفس عن الضغط اللي كنا فيه آخر 3 أشهر عشان عم بنحضر للعرس. هذا المؤاخذة، ليش شوفاني وراكم كل نهار عم تكشوا دبي. اليابان لأنه من زمان يعني احنا نفسنا نعمل نجرب شيء جديد تماما. بس يعني فيك تقول يعني تسميها يعني من الملل هواية. كيف حسيتي باللحظة اللي فكرتي فيها إنه رح تتركي بيت أهلك؟ بحس صعبة على أي بنت يا حرام شو حساس. أكيد. صارت تعيط ونحن في السيارة بعد ما كتبنا كتابنا ورجعت على البيت. يحموا لقلبك ما أثقلك، ولك أصلا أنا رضيان بنصيبي لأني رضيان فيكي، لأنك غراب وشك ما بيخلي الوعي يشوف الخير. أكثر تفصيلة رح تشتاقي لها ببيت العيلة؟ ما بدي أقول بدي أشتاق لها لأنه اللمة وجمعة إخواني وهيك رح تضلها تصير، بس معنا وسام إن شاء الله. كمان الرجال شوف عين فهنة عنده عنفوان وكرامة وعزة نفس وشهامة، عين فهنة. إذا رح تقدري تحملي شي واحد من بيتك شو رح يكون؟ بدفع أحمل عيلتي معي. لا إشي في البيت، ذكرى كذا حجيبا؟ في عندي بوكس ذكريات بجمع فيه كتير أغراض منه أنا طفلة. لا شايفني فاضيلك انت وهالحكي تبع اولاد الصغار. انا روح عمي روح. كيفك وانتي والطبخ رح تبهري لوسام؟ هو مش جاهز. حنطلب أكل جاهز. حبيبة قلبي عفاف، بتساوي كل شي بالبيت، بتطبخ وبتنفخ وبتمسح الغبرة، العمى في عيونها، ما بتساوي شي بالمرة، اما بتعمل كل الشغل. حتعلم حتى ماشي حالي عفوا والله. بس وسام شو أمرتي أنسة ديبة؟ شو أمرتي؟ ويان عصك طولان لسانك، صاير ذراع ونص ما شاء الله لسانك. شو حاسس إنه اليوم البنت اللي غيرت حياتك تزوجتها؟ ما بعرف، أنا ما حاسس بشيء. أنت حاسة بشيء؟ مش مستعد أعيش هاي الحياة مع أي حدا ثاني، فالحمد لله اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا. لأنك غشيم بحياتك ما شايف نسوان غيرك. دخيلك انت شو صايع؟ حابب شوف حابب. لما كنت جاي على عمان كان في تيتا لطيفة قاعدة جنبي بالطيارة، وكانت عم تحكي لي أهم شيء بالجواز إنه بدك تكوني مقتنعة إنه ما في حدا كامل 100%. ولك العمى بعيونك، أنت ما بتفهمي إلا بإبرة بالوريد. إمتى بدها تحرك عليك كريسة الفهم؟ إيما وهي إنه أنتوا تتلاقوا بالنص وتراعوا بعض وتحترموا بعض وتحبوا بعض. ما في مرأة في العالم ما بحترمها، العمى علي ما علي، بحترم النسوان كلهم اشرف بيه، حتى ديبة بحترمها، ريتني إلهي احترمها. مع السلامة يا حمامة، يا مرحبا بزوارنا يوم الحج وعديارنا، مع السلامة.